وملف العلاقات المغربية الفرنسية أول ملفات الظهيرة، وضيف الملف الأستاذ الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد الخبير في الشؤون الاقتصادية الأستاذ بدر زاهر الأزرق. أهلا بك. مرحبا. إذا نتحدث عن زيارة لها دلالتها في محور الرباط. باريس، وزير التجارة الخارجية الفرنسي في أول زيارة للمغرب على رأس وفد هام من رجال الأعمال والمقاولات الفرنسية. توقيت الزيارة؟ أكيد أنا أعتقد بأن هذه المحطة هي أيضا محطة فارقة، ولكن تندرج في سياق 3 محطات، 3 توقيع عشرات الاتفاقيات بين صاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقب الزيارة التاريخية التي قام بها للمغرب. أعتقد بأن تنفيذ هذه الشراكة والعبور بها نحو البعد الاستراتيجي والاستثنائي تم مباشرة وبشكل سريع. كلنا نتذكر كيف أن هناك وفودا لمقاولات فرنسية توجهت صوب الصحراء المغربية من أجل تفعيل الاعتراف الفرنسي بالوحدة الترابية للمملكة المغربية وإضفاء طابع اقتصادي عليه وتعميق العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين. ثم كان هناك توجه نحو الانفتاح على بعد جديد على مستوى الصناعات، صناعة الطائرات، صناعة السيارات، ورأينا صاحب الجلالة يدشن مجموعة من المحطات الصناعية الجديدة المرتبطة بصناعة السيارات، وكان هذا عبور آخر. اليوم هذا عبور آخر أيضا نحو تفعيل هذه الاتفاقيات وهذا البعد الاستثنائي عبر 45 شركة اليوم هي سوف تشتغل على مستوى مجموعة من القطاعات الاقتصادية. نتحدث. نعم. خلينا أستاذ بدر الزاهر الأزرق نتوقف عند طبيعة المقاولات التي سترافق وزير التجارة الخارجية الفرنسي والجاذبية إلى الرباط. نتحدث عن مقاولات تشتغل في مجالات مهمة جدا، تعني الشيء الكثير في الشراكة الاستثنائية المغربية الفرنسية. تحضر صناعة الطيران، السيارات، هناك قطاع الفلاحة، وهناك شق متعلق بالاستثمار في المجال الرياضي تحديدا. أظن أن المملكة المغربية هي اليوم تريد ترقية علاقتها مع مختلف شركاء، في مقدمة الشركاء الكلاسيكيين للمملكة المغربية أي فرنسا وإسبانيا وغيرها، ولكن ترقية هذه العلاقات يمر وجوبا عبر إدراج هذا التعاون في سياق التوجهات الاستراتيجية الكبرى للمملكة المغربية. اليوم نحن نريد أن تكون لدينا سيادة على مستوى القطاع الصناعي، سيادة على مستوى القطاع الطاقي، أن نهيئ المملكة المغربية لمجموعة من الاستحقاقات الرياضية المقبلة، وبالتالي طبيعة اليوم هذا التعاون هو يستلزم مونديال 2030 سيكون حاضرا ضمن الملفات التي أكيد، لأن طبيعة الحال الاستعدادات للمونديال انطلقت منذ هذه السنة، بل انطلقت سنتين قبل هذا الموعد، وبالتالي اليوم نحن بحاجة أيضا إلى شركائنا الكلاسيكيين. إسبانيا، فرنسا. إسبانيا هي شريك للمملكة المغربية في تنظيم هذا الملتقى، ولكن أيضا فرنسا هي شريك اقتصادي من نوع آخر. إذا معظم المشاريع في المملكة المغربية اليوم هي موزعة بين المملكة المغربية وبين شركائها. مشروع القطار الفائق السرعة هو بين شركات فرنسية صينية، ولكن على الأغلب هي شركات فرنسية. ثم لا ننسى أيضا هناك شركات عاملة في المغرب على مستوى صناعة السيارات، الطائرات. لا ننسى اليوم أن الاستثمار الفرنسي في المغرب يتجاوز 6 مليارات دولار، يشغل أكثر من 200 ألف شخص، وثلث الاستثمارات الأجنبية في المغرب تقريبا. عدد المقاولات الفرنسية التي تتواجد اليوم في المغرب أكثر من 1000 مقاولة، وهذا التشغيل يعني تشغل أكثر ما بين 150 و 200 ألف شخص يشتغلون في هذه المقاولات، وهي تمثل تقريبا 20 إلى 25% من حجم كل الاستثمارات الأجنبية في المملكة المغربية. هل لنا أن نتحدث عن نفس جديد اليوم في هذه الشراكة، وربما الأهداف واضحة تنبني على مقاربة رابح؟ أكيد هو نفس جديد وارتقاء نحو مستوى آخر من التعاون. المملكة المغربية لم تعد منصة فقط للتجميع والتصدير وإعادة التصنيع، بل اليوم المملكة المغربية تسعى إلى توطين التكنولوجيا، إلى نقل المعارف، وبالتالي فرنسا هي واعية بأن اختيارات المملكة المغربية الراهنة هي على هذا المستوى، وهي تواكب المملكة المغربية أيضا على هذا المستوى. لذلك أطلقنا على هذه الشراكة شراكة استثنائية وشراكة استراتيجية وليست شراكة عادية كتلك التي تربط المملكة المغربية ببعض الشركاء الاقتصاديين. شكرا لك الأستاذ الباحث في قانون الأعمال والاقتصاد أستاذ بدر الزاهر الأزرق. شكرا.